اول لما دخلت على ماما قلت لها زغرتي زغرتي يا ماما وافرحي لي قوي. ساعتها لقيتها بتقولي عريس، يبقى جالك عريس واعجب بيكي. هنبل الشربات امتى؟ لما زغرت بقى دلوقتي واقول للناس كلها اخيرا هفرح بيكي، اخيرا هخلص منك بعد كل الوقت ده. الحمد لله يا رب. انا كنت مصدومه وانا عماله ابص لها، وفي الوقت ده وقبل ما اتكلم وافتح بقي لقيت الباب بيخبط، واللي فتحت لقيته قدامي. كان حاجه غريبه بالنسبه لي، ما كنتش اتوقع ان هو يجي. ودي بقى كانت مرات عمي اللي دخلت فعلا بتزغرط، ولقيتها بتقول الف مبروك. الف مبروك يا ساندرا، انا فرحانه لك قوي. وانت يا خديجه بقى زغرتي معايا، ده النهارده هيكون اسعد يوم. اصل بصراحه كده هو من قبل سلام عليكم، فانا ابني عايز يتجوزك يا ساندرا، عايز يتجوزك في اقرب وقت. ساعتها كنت واقفه مصدومه، انا اصلا ما كنتش جايه اقول لماما على العريس، بس يجي العريس بالسرعه دي والواد القمر ده ابن عمي، انا ما كنتش متوقعه. ولقيت ماما بتقولها اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اقعدي. وفعلا قعدوا مع بعض. دي كمان قالت لها يلا نقرا الفاتحه، ولا اقولك استني، ابني جاي دلوقتي، جاي دلوقتي يطلبها بنفسه علشان ما تبقاش معديانا الاصول، احنا بنحب الاصول قوي. وبصراحه كده انا فرحانه. ماما ساعتها قالت لها انت فاجئتينا بصراحه، فاجئتينا قوي يا فاطمه. هو انا بجد ما كنتش عامله حسابي، ده انا لسه ساندرا داخله عليا وكنت اصلا فرحانه، وكنت لسه هزغرط لان في واحد تاني كمان متقدم لها وعايز يتجوزها، وكنا لسه بقى هنظبط، بس انتوا بقى دخلتوا وخلاص. البنت طبعا اولى بيها ابن عمها، ما ينفعش تطلع لحد بره. وفي الوقت ده سبتهم ودخلت الاوضه. ساعتها سمعتها بتقول لها هي مالها فيها ايه، مالها كده ساكته وما بتردش. قالت لها معلش يا فاطمه، ما انت عارفه ان ابوها مش موجود. سعيد من ساعه ما ساب البيت ومشي، واحنا ما نعرفش عنه حاجه، وانت عارفه كده كويس. قال انت يا فاطمه ما تعرفيش عنه حاجه، ما سمعتوش عنه خبر كده ولا كده، حتى لو كان اتجوز عليا تقولوا لي اي حاجه. ساعتها مرات عمي ارتبكت جدا كمان، وكانت بتتكلم كلمه بالعافيه. وساعتها قالت لا، ما نعرفش عنه اي حاجه، ولا وصلنا اي خبر عنه. بس ابني بقى فاجئني وقال لي ان هو بيحب بنتك، انها مؤدبة يعني وتربية محترمة، فعشان كده عايز يتجوزها. في الوقت ده حبيت احط مكياج علشان احل شكلي، عقبال لما هو يجي اكون انا ظبطت نفسي وخليت نفسي حلوة. وفي الوقت ده سمعت ان هو جه، وبسرعة جدا لقيت نفسي قاعدة وسطهم، وكمان بتتقرا فتحتي. والغريب بقى ان ابن عمي قال انه قريب جدا، يعني بعد شهرين هتكون الدخلة على طول، لأننا مش عايزين نضيع وقت. أنا عايزة أكون مع ساندرا في أقرب وقت. في الوقت ده أنا كل ده ما كنتش مستوعبة، كل ده حصل في أقل من نص ساعة، وأنا كنت جاية أقول حاجة تانية خالص لماما. بس سبحان الله، يمكن ربنا كان رايد كده، كان رايد ليا إن أنا أفرح. أصل أي واحدة هتتخطب لطارق أكيد هتكون فرحانة، وده عشان هو قمر، وكمان ابن ناس، وكمان مستواهم كويس قوي. المهم ان عدى الوقت ومشي ابن عمي وكمان امه. وفي الوقت ده لقيتها بتقولي ده حلم بقى ولا علم؟ انا بجد لسه مش مصدقه ومش مستوعبه، بقى عريسين يجيلك في يوم واحد؟ قلت لها عريسين ايه يا ماما؟ هو انا جيت قلت لك زغراتي، بس ما قلتلكيش ان انا اصلا متقدم لي عريس. انا كنت عايزه اقولك ان انا لقيت شغل في شركه كويسه، كويسه جدا كمان، وبمرتب كويس، والحمد لله عديت من الاختبار اللي كنت فيه. هو بس هو ده اللي جيت اقولهولك، بس انت ما ادتنيش فرصه. وبعدين لقيت المفاجاه بتاعت مرات عمي وابن عمي دي عمرها ما كانت تخطر على بالي. انا في غمضه عين اكون خطيبة طارق اللي كل البنات بتحلم بيه. انا اصلا ما كنتش احلم ان انا احبه، ولا حتى اتخطب له ولا اتجوزه. وانا بمنظري ده لقيتها بتقولي وماله يا بنتي، انت ست البنات والف من يتمناكي، انت قمر يا ساندرا ومفيش بنت زيك. قلت لها بجسمي ده يا ماما؟ انت اول مره تقولي لي كده، انت كل يوم بتقولي لي بطلي اكل وخسي شويه علشان تتجوزي وافرح بيكي. كل يوم تقولي لي ان جسمك وحش وتخينه قوي، ومفيش واحده في سنك جسمها كده. وانا كنت بتضايق قوي من كلامك يا ماما. اول مره اشوفك بتقولي عادي. لقيتها بتقولي خلاص، طالما تقدم لك ابن عمك وراضي بيكي وبيحبك وشايفك كده حلوه، يبقى انت زي القمر وما فيكيش اي عيب. قلت لها هو ده المقياس؟ المقياس ان ابن عمي تقدم لي؟
مش عشان انتي امي يعني، وعايزاني احسن واحده في الدنيا وشايفاني احلى واحده؟ لقيتها بتقولي يا بنت انتي انا مش ناقصاكي ومش عايزاكي تنكدي عليا. انا النهارده فرحانه ومبسوطه لدرجه ان انا دلوقتي حالا هروح اكل الجاتوه واشرب الحاجه الساقعه اللي جوه. هتيجي معايا ولا لا؟ ساعتها قلت لها طبعا جايه. وفي الوقت ده قعدت انا وماما ناكل الجاتوه ونشرب الحاجه الساقعه، وكنا فرحانين جدا. على قد ما كانت المفاجاه كبيره واحنا اصلا مش مستوعبين، على قد ما انا كنت مبسوطه وسعيده. وبدأ كل يوم طارق يكلمني في التليفون، وانا في الوقت ده كنت استلمت الشغل بتاعي وكنت شاطره جدا فيه كمان. حاولت اثبت نفسي بقى عشان ابقى كويسه. ساعتها طارق لقيته بيقول لي هي انت مش محتاجه يا بنتي تشتغلي، انت عارفه انت هتتجوزي مين؟ ساعتها قلت له معلش يا طارق، انا كان نفسي اشتغل الشغلانه دي من زمان، وبصراحه كده ما صدقت ان انا اتقبل، وانا عايزه احقق نفسي. انا بس لو بابا يرجع ويرجع لنا املاكنا ويرجع بابا تاني كده وبصراحه يديني كده واعمل شركه بتاعتي يعني، اصل ده حلمي على طول. كان زماني فرحانه قوي. انا كنت هنبسط جدا لو شفت بابا او حتى رجع وعرفت عنه اي حاجه. ساعتها لقيته بيقول لي ما ان شاء الله هيرجع، هيروح فين يعني؟ اي نعم، هو بقاله 6 سنين سابكم ومشي وما تعرفوش عنه حاجه، بس اكيد في يوم هيرجع، وان شاء الله املاكك ترجع لك وكل حاجه وتبقوا اغنياء زي الاول. في الوقت ده سرحت وحلمت كتير قوي. ايوه، اصل بابا سابنا بقاله 6 سنين لوحده كده، معرفش ايه اللي جراله. بابا كان رجل اعمال ومعاه فلوس كتير، وكان عنده كمان شركتين، بس فجأة كده كل حاجة اختفت. ايوه، بابا اختفى. ولما حاولنا نسأل على الشركات بتاعته، ولما سألنا كتير قوي معرفناش نوصل لحاجة ابدا، وكأن كل حاجة اختفت واتمحت من على وش الدنيا. وبقيت انا وماما عايشين لوحدنا. ماما كانت بتصرف من معاش باباها، معاش جده يعني، وكنا عايشين مرتبين حياتنا. حتى عمي ومرات عمي وابنها كمان ما كناش نعرف عنهم حاجة. ده حتى عمي لما مات ما كناش نعرف، واتدفن واحنا ما نعرفش. واللي فاضل بس كان ابن عمي ومرات عمي، وعلى الرغم كده ما زعلناش منهم، وكل واحد كان ملتهي في حياته لحد ما حصل اللي انتوا شفتوه ده. والغريبة بقى ان طارق كان بيقرب مني دايما وبيحاول يعلقني بيه، وانا بصراحة لانه كان قمر ولاني كنت عارفة نفسي كنت برضو بتعلق بيه، وكنت فرحانة جدا، وحسيت ان اخيرا الدنيا ضحكت لي وكل حاجة بقت كويسة معايا، وربنا بيعوضني عن الايام الصعبة اللي عشتها انا وامي اللي محدش كان يعرف عنها حاجة. والغريب بقى ان هو كمان ما طلبش مني حتى ان انا اخس، وده كان مخليني مبسوطة اكتر واكتر. وعدت الايام بسرعة لحد لما طارق جهز لي المكان اللي هنتجوز فيه، بس هو وقتها قال ان مامته لازم تعيش معانا اللي هي مرات عمي، وبما انها ست كويسة فانا ما كانش عندي اي مانع ان انا اعيش معاها، لانها برضو كانت كويسة معايا وكانت بتجيب لي كل الاكل اللي بحبه. ويوم الفرح كانت واقفالي وماسكة الاكل في ايديها، وقالت لي اول حاجة لازم تعمليها يا عروسة تاكلي الاكل اللي انت بتحبيه اللي انا عاملهولك بايدي. بصراحة كنت فرحانة بيها قوي، اصل ما فيش احلى من كده جوازة، يعني جوزي بيحبني وانا بحبه وكمان حماتي بتحبني، اظن ما فيش احسن من كده. في الوقت ده اكلت وانا مبسوطة جدا وفرحانة، بس في نفس الوقت وبعد ما اكلت ما حسيتش باي حاجة. حسيت ان انا رحت في دنيا تانية او حتى نمت، ما كنتش عارفة. بس لما صحيت تاني يوم لقيت جوزي بيعاملني كويس، طارق يعني، وقال لي معلش انتي نمتي امبارح وما حسيتيش، وده عادي، مش مشكلة يا عروسة، لكن النهاردة مش هسيبك تنامي ابدا. ساعتها قلت له ماشي، انت بس خليك جنبي وانا عمري ما هنام، وهكون قاعدة ومستنياك ونقضي الليلة مع بعض. وساعتها كنا مبسوطين جدا، السعادة اللي كنت فيها كانت اكبر مما انا كنت اتوقع. لحد لما عدت الايام وانا كنت في نفس السعادة. عدى ساعتها شهر ونص بحلاوة وانا كنت مبسوطة جدا فيهم، واللي بسطني اكتر وخلاني سعيدة واللي ما كنتش اتوقع ان عرفت في الوقت ده ان انا حامل. واول لما فرحت جوزي كان شكله متغير، ده حتى ما اداش اي حاجة، كنت حاسة ان هو مصدوم كده وما كانش متوقع. وحتى مرات عمي كانت زيه، كانت في الاول مصدومة بس بعد كده قالت لي الف مبروك، الف مبروك عليك يا حبيبتي. ساعتها طارق اتنرفز في لحظة، هو لقيته بيقول لي حامل ازاي؟ هو ايه يا ماما، هو انتي ما كنتش عامله حسابك ولا ايه؟ قالت له ايه اللي انت بتقوله ده يا طارق، بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده، ما ينفعش نتكلم دلوقتي. ساعتها قلت لها انا مش فاهمه حاجه،
في ايه يا طارق؟ هو انت مش عاجبك ولا فرحان ان انا حامل ولا ايه؟ لقيته بيقول لي لا طبعا، احنا بقالنا شهر ونص بس. هو انت حملتي ازاي اصلا؟ هو بعدين قصدي يعني لسه بدري، لسه الحياة قدامنا، لان نلخم نفسنا بعيال من دلوقتي. وبعدين انا مش عارفه اقولك ايه. خلاص طيب خلاص. ساعتها كنت مصدومه، وبصراحه كده كسر فرحتي. دخلت الاوضه بتاعتي عشان اعيط، وفعلا انهارت من العياط. وبعد ما عيطت كتير كنت متضايقه جدا من طارق، لانه كان هو السبب. وما كنتش فاهمه مش عايزني اخلف ليه. ده هو حتى ولد وحيد، وانا كمان وحيده، يعني احنا محتاجين عيال وعيله. وفي الوقت ده طلعت عشان اكلمه واعرف منه السبب، بس في الوقت ده ما لقيتش حد بره، ولقيتهم دخلوا الاوضه. وساعتها قربت من الاوضه علشان اروح اكلمه، وساعتها لقيتهم بيتكلموا، وده اللي خلاني ما ادخلش عليهم. ولقيتها بتقول له: هو انت اتجننت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول ايه قدامها؟ ولا تروح تقول لها كمان ان انا كنت بحط لها حبوب منع الحمل؟ ما ده اللي ناقص تقوله لها. ساعتها قال لها: ما انت اللي هتجننيني، ما انت كل يوم تحط لها الحبايه زي ما اتفقنا. ازاي بس حملت؟ ما انا كان لازم برضه اتجنن واتنرفز. انا كنت بشوفك وانت بتعملي كده يا امي، ولا تكوني خنتيني ولعبتي بيا. انا مش عايزه اخلف منها، مش كفايه ان انا مستحملها كل ده؟ انت قلتي لي اتجوزها وانا اتجوزتها، وسمعت كلامك يا امي، ما يبقاش ده جزاتي واتدبس فيها طول العمر. ساعتها عيطت بحرقه قوي، كنت مصدومه من الكلام اللي سمعته. يعني هو اصلا ما بيحبنيش؟ انت بتجوزني ليه؟ ايه السبب اللي خليه يتجوزني وان هو مجبور ان هو يستحملني؟ طب هو كان عمل كده ليه؟ وساعتها لقيتها بتقوله: اصبر يا ابني، اصبر يا حبيبي، لا تمشي وتسيب البيت وتضيع علينا كل الخطة اللي رسمناها كل ده. ارجوك بقى ما تضيعش تعبنا طول المدة دي كلها، واصبر واستنى، وان شاء الله ربنا هيكرم ونحقق بس اللي احنا عايزينه. بعدين نشوف اللي في بطنها ده. ولا اقولك، انا هشوف صرفة معاها، انا هتصرف في الموضوع من غير ما انت تتدخل. وساعتها كنت مرعوبة، مرعوبة جدا من كلامها. كلامها ده كان معناه انها ممكن تخلص من اللي في بطني، او حتى تعمل كده. كنت مرعوبة جدا من الكلام، وما كنتش متصورة نفسي هعمل ايه بعد كده، وهحمي نفسي ازاي. دخلت في اوضتي وكنت مرعوبة، وخلاص قررت ان انا لا اكل ولا اشرب من ايد الست دي، لانها ممكن تضرني. وفعلا عملت كده. والغريبة ان هي ما اجبرتنيش على اي حاجة خالص، وكانت معاملتها برضو كويسة معايا، وما اذتنيش في اي حاجة. وعدت الايام وانا بعمل كل حاجة لنفسي، حتى الاكل. وفي يوم جهزت الاكل، وحسيت في الوقت ده ان انا عايزة ادخل الحمام، وفعلا رحت الحمام. ولما رجعت اخدت الاكل وقعدت اكل عادي خالص. بس من بعد ما اكلت الاكل ما حسيتش باي حاجة لحد لما فقت. ايوه، قمت وفقت، لقيت الاكل قدامي، ولقيت نفسي نمت مطرح ما كنت. وقمت ساعتها مصدومة ومش حاسة بالدنيا، كنت مدروخة لسه. ولقيت الدنيا هدوء من حواليا، هي يعتبر كده ما فيش حد في المكان. فضلت انادي على مرات عمي وكمان طارق، وما لقيتش حد رد عليا. بس الغريبة ان لقيت ورقة جنبي على الكنبة. مسكت الورقة دي وبدأت اقراها. وهنا بقى كانت صدمتي، صدمتي اللي عمري ما كنت اصدقها، واللي عرفت فيها سر جوازتي من ابن عمي. وساعتها لقيته كاتب لي: بقولك ايه، استحملتك كتير قوي، مش معقول يعني. ما كانش نفسي اتجوزك بصراحة، بس الحمد لله، على قد ما انت كنتي حريصة وشاطرة، على قد ما احنا عرفنا نعمل معاكي اللي احنا عايزينه. انت الحمد لله بصمتي على كل املاكك وانت نايمة. ايوه، اتنازلتي عن كل حاجة يا حلوة. اصل انا نسيت اقولك، اصل عمي مات، ابوكي يعني مات، وسابلك ميراث كبير قوي. وبصراحة كده كان كاتب كل حاجة باسمك، واحنا قدرنا نوصل ليه قبل ما يموت، وعرفنا عنه كل حاجة. الحمد لله حاولنا على قد ما نقدر انكم ما توصلوش لبعض، لحد لما مات واطمنا ان كل ده بقى ميراثك انتي. وعشان كده اتجوزتك يا بنت عمي، وعشان كده انتي طالق، طالق بالتلاتة يا بنت عمي. وفي الوقت ده ما كنتش مصدقة نفسي، وانهارت من العياط لما اتصدمت صدمة عمري. بقى كل ده عملوه عشان ابويا مات، وعارفين انه كتب لي كل الميراث عشان ياخد ورثي وياخد كل حاجة. كنت هتجنن ساعتها، ورحت لأمي وحكيت لها كل حاجة. وساعتها قلت لها: هو ازاي الحظ يعمل معايا كده؟ ازاي الدنيا تعمل معايا كده؟ وانا عمري ما انسيت حد، ده انا كنت بحبه من قلبي وفرحانة، ده انا حتى ما لحقتش افرح يا امي. في الوقت ده لقيتها بتقولي: معلش،
ربنا عوضك باللي في بطنك. انت هتكوني ام وهتكوني مبسوطة جدا. وصدقيني، مفيش حاجة حد بياخدها وبتروح كده. ده ربنا موجود، وربنا هو العدل، وعمر ربنا ما بيضيع حق حد. وخليكي متأكدة من كده. وكأن كلمات أمي كانت صح وحقيقية جدا، ورغم إن أنا مؤمنة بيها إلا إني شفتها حقيقي. وده بعد ما عدى 3 شهور كمان جات لنا مكالمة، وعرفنا في المكالمة دي إن جوزي وأمه عملوا حادثة، والاتنين الحمد لله العربية اتقلبت بيهم وماتوا. ولأني كان عندي فضول أعرف هو أنا هورثه ولا لأ، رحت وسألت إن كان طلقني رسمي ولا لأ. والحمد لله هو ما كانش لسه لحق طلقني رسمي، وأنا طبعا ما رفعتش عليه قضية خلع. وطبعا الطلاق اللي كان في ورقة اللي هما كانوا سايبينها لي محدش يعرف عنه أي حاجة. ورحت وعملت الإجراءات وورثته، أو بمعنى أصح حقي كله رجعلي. وعدت الأيام وولدت ابني، ودلوقتي أنا سعيدة جدا ومبسوطة بيه، وحياتي كلها رجعت لي، وعارفة إن الدنيا كلها هتتفتح تاني من قدامي، لأني عمري ما ظلمت حد. خليكم متأكدين إن الجروح اللي بنعيشها كل يوم والصدمات عمرها ما هتدوم أبدا. لازم هيجي في يوم وكل واحد ياخد حقه من اللي ظلمه، والدنيا تتفتح له ويعيش أجمل حياة اللي هو فعلا يستاهلها. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.